النهاردة بقى هنرجع ريحة زمان ودفى البيت المصري. هعمل لكم القرص الفلاحي بالعجوة اللي بتفكرنا بفطار زمان، طرية دافية وريحتها مالية المكان، وصدقوني ولا بتاعة المخابز هتطلع كده. شايفين بقى جمالها؟ يلا بينا نشوف مع بعض بخطوات بسيطة هنعملها ازاي. المقادير عندي هنا نص كيلو من الدقيق، وكوباية زبادي، صور كريم، زبدة، لبن، خميرة، بيكنج باودر، رشة ملح بسيطة، سكر، سمسم وشمر. هنبدأ بقى نخلط الأول المكونات السائلة. هحط الزبدة والزبادي والصور كريم واللبن الأول، بعد كده هديهم تقليبة كده مع بعض قبل ما اضيف المكونات الجافة. والخليط اللي عندي دوت مش هيخليني احتاج ان انا اضيف مية او اي حاجة تانية. هبدأ انزل بقى بكل المكونات الجافة. بعد كده بقى هبدأ اعجن، وهنا يعني هعجن حوالي 10 دقايق على درجة كده بطيئة. وبرضو لو بعجن بايديا هقعد اعجنه كده بالراحة، يعني بياخد حوالي 10 دقايق برضو في العجين اليدوي. وده بيبقى شكله بقى وملمسه بعد ما اتعجن. هسيبه يخمر حوالي نص ساعة الاول. في الفترة دي بقى انا حضرت العجوة وخدتها كده بمعلقة زبدة على النار، سيحتها وبدأت اشكلها كرات عشان خاطر ان انا احطها بقى في قلب العجينة على طول، كل واحدة على قد كورة من العجين. والعجين بقى بعد ما اختمر هبدأ اخد منه كده قطعة قطعة، هشكلها بالشكل ده. وارصه بقى واحدة واحدة كده في صينية عندي. هاخد واحدة بقى ورا التانية لحد لما اخلص العجين. ده بقى بيبقى شكله سمكه، يعني مش عايزاه تخين قوي او رفيع قوي، بيبقى متوسط كده بحيث انه لسه هيرفع تاني بعد التخمير التاني. هسيبه بقى يخمر حوالي ساعة كمان. بعد ما اختمر بقى هبدأ اعمله كده فتحات قبل ما ادخله الفرن. وهسيبه في الفرن حوالي ربع ساعة كده، هيبقى حلو جدا. شايفين بقى شكله بعد ما خرج من الفرن، يعني مش عايزة اقول لكم ريحته عاملة ازاي. جربوه وان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة.